ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني كتير. يا رب دايما تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. طبعا كلنا بعد رمضان بنكتشف ان الفريزر لسه فيه كنوز مخفية، واكيد كل واحدة فيكم عندها كيس كنافة منسي ومحتارة تعمل بيه ايه. النهاردة قررت ما اعملهاش بالطريقة التقليدية، وقلت لازم ندلعها شوية. هنعمل مع بعض احلى صينية كنافة بالموز وصوص الكراميل. ميكس رهيب جدا وطعم بجد هياخدكم في حتة تانية خالص. تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو ونشوف ازاي حولت كيس الكنافة لاختراع يجنن، سهل وجميل جدا. نبدأ الفيديو ونقول بسم الله، ونطلع كيس الكنافة اللي مرمي في الفريزر ده يا جماعة كان نص كيلو عندي تايه كده مني في الفريزر. انتوا عارفين في رمضان بنجيب كميات ونركنها عشان ما ننزلش كل يوم نجيب. فده كان كيس عندي، قلت كده اجيبه رغم ان هو لسه جامد زي ما انتم شايفين، لسه فيه تلج، يعني لسه مجمد، ما سبتوش لما فات. خليته كده، يعني هريته خليته زي البودرة كده معاكم زي ما انتم شايفين. ناخده بقى على نار سخنة، يعني كده نجيب، انا عملته في صينية عشان خاطر يبقى واخدة مساحتي. ممكن لو انت عندك طاسة كبيرة تعملي فيها عادي. بدأت انزل طبعا بمعلقة زبدة او معلقة سمنة، او ما عندكيش زبدة ولا سمنة، زيت عادي، بس انا بفضل السمنة او الزبدة عشان يديكي ريحة وطعم جميل. فنزلت طبعا كانش عندي زبدة، نزلت بمعلقة سمنة. بدأت كده إن أنا أشوح فيها وأحمرها كده، لازم تاخد كلها لون سفاري، تاخد كلها لون موحد. زي ما انتم شايفين هي طبعا خارجة من الفريزر، يعني كانت كتل كده. هرناها، وبرضه لما بتحطيها في السمنة بتبدأ تكتل معاكي، ما تقلقيش خالص، هتفك تاني. يعني تبدأي قلبي فيها باستمرار هتفك معاكي زي ما انتم شايفين كده، وهتديكي اللون الجميل ده. عايزة اقول لكم بجد والله العظيم الكاميرا ظلموها، لان تليفوني جيت اصور مصورش خالص، معرفش كان ايه اللي حصل له. فصورت بتليفون ابني، بس برضه هي كانت جميلة ومش وحشة، بس انا عايزة اقول لكم ان الكاميرا فعلا ظلموها، كان لونها خطير وكان طعمها احلى. بعد طبعا لما اتحمرت معايا نزلت بمعلقتين شربات. احنا بنعمل شربات سكر، طبعا بنعمل كوباية سكر على نص كوباية مية، او كوباية سكر، او كوباية سكر على كوبايتين مية وثلاث معالق سكر جلوكوز. يعني اللي يريحك. الشربات عادي، وكل ست بيت بتعرف تعمل الشربات بتاع الكنافة. هو شرباتها عادي، لا هو تقيل ولا هو خفيف، وسط كده. وبدأت طبعا انزل بتلات اربع معالق شربات على الكنافة بتاعتي. اما تحسي ان الكنافة كلها شربت كده عشان تبقى مسكرة معاكي وجميلة. وطبعا السكرة دي بتبقى حسب الرغبة، يعني انت تحبي الكنافة تبقى مسكرة قوي، ما بتحبهاش مسكرة قوي، دي حاجة تبع راحتك انت. احنا بنحبها عندنا وسط، يعني ما تبقاش مسكرة قوي تجزع ولا تلع قوي. حطيت عليها تلات اربع معالق من الشربات، بدأت اقلبهم فيها كده لحد ما يكون لها الشربات من بعضها. وبعدين نزلت طبعا في صينية بايركس زي ما انتم شايفين، نزلت بيها في الصينية البايركس. لما تاخد بقى تبرد مع نفسها وتجمد كده مع نفسها، كنت عملت هنا المهلبية، او اللي زي ما بيسموها يعني كريمة. انا بسميها هنا المهلبية لان هي بتتعمل بلبن ونشا تبقى المهلبية، لكن لو هي كريمة بتتعمل بكريم شانتيه. نزلت هنا يا جماعة بكوبايتين لبن عليهم 3 معالق نشا. بدأت أقلب كده النشا بره الأول في مج من اللبن. ولما اللبن بتاعي بدأ إن هو يغلي نزلت طبعا عليه بالنشا بتاعتي. وفي الحالة دي بقى بننزل 3 4 معالق برضو من السكر عشان المهلبية بتاعتنا متبقاش دلع. حسب برضو السكر، حسب الرغبة، حسب الرغبة. وبعد كده نزلت طبعا على الكنافة بتاعتي. زي ما انتم شايفين المهلبية ما تبقاش جابسة أوي، لأ تبقى مرقة كده شوية عشان خاطر تعرفي تحطيها وتعرف إنها تتفرد معاكي بكل سهولة. مش عايزة أقول لكم كان طعمها عامل إزاي، بجد كانت خطيرة. بسم الله ما شاء الله، ما استنتش. بدأت طبعا إن أنا أفرشها معاكم ونسيبها بقى يا جماعة إن هي تهدى، يعني هنسيبها إن هي تهدى شوية عما نجهز الكراميل بتاعنا. دي كانت كمية المهلبية كلها. أنا باحبها كده سميكة شوية، ما باحبهاش رقيقة. بصراحة كوبايتين اللبن على الكمية دي يعني كان مظبوط جدا، يعني كوبايتين لبن على نص كيلو كنافة كانت مظبوطة جدا. بدأت بقى أروح أعمل الكراميل. كوباية ونص من السكر حطيناهم في طاسة كده سخنة. لازم الطاسة بتاعتنا تبقى سخنة كده عشان طبعا الكراميل يبدأ إن هو يفك معانا بسهولة. ونبدأ نقلب فيهم. ضروري جدا إن انت تقلبي باستمرار، يعني انت ضروري إنك تقلبي باستمرار عشان السكر يفك معاكي كده. زي ما انتم شايفين انا اللي انا بعمله بالظبط، يعني كل حاجه بصراحه مصوراها معاكم، مفيش حاجه قطعتها من الفيديو. قلت لا لازم كل حاجه تكون باينه قدامكم، لان الطريقه دي جميله. وبجد الكنافه لو عملتوها بالطريقه دي مش هتستنى معاكم في البيت. الناس بقى اللي بتشتكي كده من الكنافه بتفضل يوم واتنين وتطرى وتترمي، لا مفيش الكلام ده. بعد طبعا لما قعدنا نقلب كده في السكر بتاعنا،
بيسيح زي ما انتم شايفين. ننزل بمعلقة الزبدة أو معلقة سمنة المتوفر عندك، انزلي بيه، مفيش أي حاجة طبعا يعني هتوقف الطريقة. نبدأ بقى نقلبها كده عشان خاطر تسيح، يعني نبدأ ننزل بمعلقة السمنة، هتسيح معانا في السكر وهتدي لها ريحة خطيرة، هتخلي كده الريحة قلبة البيت كله. وبعدين ننزل بنص كوباية مية سخنة، ننزل هتبدأ بقى ايه الكراميل اللي جمد معاكي كده، متقلقيش هيفك تاني، يعني متقلقيش خالص هيفك معاكي تاني، هي بس جمد عشان خاطر نزلنا عليه بمية، لكن هو هيبدأ ان هو يفك تاني، متقلقيش خالص. في الحالة دي بقى هنكون جايبين برضو نص كوباية من اللبن، نازلين عليها بمعلقة نشا كده، ونفضل نقلب فيها، نفضل نقلب فيها، وبعدين ننزل بيها على الكراميل. هتبدأ بقى الكراميل بتاعك يتماسك، يعني انت تنزلي بتلات ارباع كوباية او نص كوباية لبن، هتلاقي الكراميل بتاعك يتماسك. انا نزلت بصراحة هنا بتلات ارباع كوباية، كان كويس خالص. لو انت عايزة بقى الكراميل خفيف شوية، يعني مش حجمه سميك، انزلي بعادي خالص بنص كوباية من اللبن، نسيبه كده في بول على جنب عشان ايه ان هو يهدى شوية، عاملة المهلبية بتاعتنا تكون مسكت في بعضها وعاملة طبقة حلوة كده على الكنافة. في الحالة دي نكون مقطعين صباعين من الموز ونبدأ نوزعهم على المهلبية من فوق. زي ما انتم شايفين سبت الكراميل ان هو يهدى خالص عشان يكون هادي شوية كده، عشان ما ينزلش على الموز يسوده. فضروري جدا الخطوة دي ان احنا نكون يعني فاتر كده، ما يبقاش سخن زي ما انتم شايفين كان بيغلي يعني على النار، لا نسيبه ان هو يكون فاتر شوية. ونبدأ نوزع الموز بتاعنا على الكنافة وعلى المهلبية. أجمل طريقة ممكن تعملي بيها الكنافة بالموز، يعني حاجة كده وصفة سهلة وخفيفة وبتتاكل ماهيش تقيلة على المعدة، لا سهلة جدا بكل بساطة وكل أريحية، تعملي عظمة كده لأولادك. شايفين بقى ننزل بقى بالكراميل، الكراميل كان هدي معانا، كان هدي برضو، ما نسيبوش ان هو يمسك لان احنا حاطين فيه نشا، هيكون برضو ايه يمسك شوية، لا احنا نلحقه بقى. انتوا تمام شايفين برضو فيه نسبة دخانة، بس ماهوش اللي هو بيغلي، لا هو ساخن حاجة بسيطة. ننزل بقى على الكنافة بتاعتنا. في الحالة دي يعني بقى ممكن تدخليها التلاجة لمدة ساعتين وبعدين تخرجيها، تاكلي منها تبقى جميلة لأن كل حاجة هتكون تماسكت مع بعضها. لكن طبعا عشان مساحة الفيديو أنا ما دخلتهاش التلاجة، صورت معاكم على طول، لكن هي للأمانة لازم تخش التلاجة حوالي ساعتين تلاتة كده عشان تتماسك مع بعضها. أنا يا دوبك سبتها بس إن هي تهدى، حتى لو ملاحظين الكراميل لسه ممسكش، بس أنا كنت عايزة أوريكم بس الطبقات عاملة إزاي. حاجة كده عظمة، منتهى الوصفة الجميلة وحاجة سهلة بتتعمل في البيت. احنا كلنا عندنا في البيت الكنافة مرمية في الفريزر، نخرجها من الفريزر ونعمل لأولادنا حاجة تحلية كده يتسلوا بيها أو يحلوا بيها. شايفين زي ما بقول لكم لأنها لسه ما تمسكتش في الثلاجة، بس برضو كانت جميلة. أنا دقت منها كده قدامكم وبعدين خدت الصينية الجميلة دي دخلتها التلاجة بعد طبعا ما كان نصها، لأن عايزة أقول لكم كان واقف تطور ورا الكاميرا، أولادي كل شوية هاتلنا يا ماما هاتلنا يا ماما. يعني خدتوا بالكم الطبق اللي أنا طلعته أنا أصلا ما دقتوش، يعني يا دوبك لسه بطلعه، ابني أخده مني قلت له بألف هنا وشفا يا حبيبي على قلبك، وقلت بقى أوريكم الطبقات الجميلة اللي أنا عملتها في الكنافة دي. اعملوها وجربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، بجد وصفة جميلة تستاهل التجربة، وتستاهل كمان إن احنا نعملها ونفرح أولادنا بيها. وصفة اقتصادية وموجودة في كل بيت، صابعين موز موجود، طبعا السكر يعني احنا ما اشتريناش كراميل ولا اشترينا أي حاجة من بره، كل حاجة عملناها بخطوات بسيطة. يا رب فيديو النهاردة يكون خفيف على قلوبكم. كنت معكم آية، مع السلامة.